السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. صدمة اقسم بالله للاهلاوية، يعني في وقت الاهلي محتاجه وقع لنادي بيراميدز. رامي ربيعة يا جماعة في وقت الازمة اللي الاهلي محتاجه دلوقتي ما عندوش قلب دفاع، بس خليني اقول لكم يروح في 60,000 سلامة. مصطفى العيش برقبته. المهم يا جماعة، رامي ربيعة يا جماعة رسميا وقع لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم. مرضيش ياخد 20 مليون من النادي الاهلي في الموسم الواحد، هو كان طالب 40 مليون، يعني طالب الضعف، رقم مبالغ فيه، عشان شم نفسه بس السنه دي، والاهلي كان محتاج له عشان ياسر ابراهيم مش في المستوى، واشرف داري مصاب ومش في المستوى ايضا. فالمهم هو طلب من الاهلي 40 مليون، الاهلي ما وافقش، قال له جدد يا عم ب 20 مليون. رفض التجديد للنادي الاهلي، بقى له 20 يوم او بقى له شهر عمال يتفاوضوا معاه بخصوص التجديد وانه يوقع على العقد الجديد، رافض. النهارده تأكد رسميا بنسبة 1,000,000% ان هو راح للخصم المباشر بتاعك نادي بيراميدز، وقع مع نادي بيراميدز 3 مواسم، في الموسم الواحد 45 مليون. يعني نادي بيراميدز ما اكتفاش ان هو يدفع له المبلغ اللي هو عايزه علشان يغيظ الاهلي وياخد صفقات السوبر من النادي الاهلي ويضر النادي الاهلي، دفع له 45 مليون. رسميا يا جماعة طلع مصطفى عبده، طبعا كلنا عارفين مصطفى عبده المجري طبعا في النادي الاهلي، علاقاته الكتيرة مع المسؤولين في النادي الأهلي ولجنة التخطيط، وعارفين يعني غير عن التعريف. طلع رسميا امبارح على قناة MBC مصر 2 وصرح تصريحات خطيرة، قال لك على مسؤوليتي رامي ربيعة وقع لنادي بيراميدز 3 مواسم، وبداية طبعا من الصيف اللي احنا فيه ده، يعني مع الموسم اللي جاي. قال لك رسميا وده على مسؤوليتي، ودي اخبار موثقه 1,000,000%، واللي كان قاعد مع رامي ربيعة اثناء التوقيع يعتبر هو اللي قال لي. تمام. فدي صدمه كبيره للنادي الاهلي يا جماعه. الراجل اللي انت يعتبر بترتكز عليه دلوقتي وما عندكش غيره في مركز قلب الدفاع، سبك ومشي، ومش راح الخليج مثلا، راح لبيراميدز اللي بينافسك السنه دي على لقب الدوري، وفي بينكم وبينه مصانع الحداد. عامة مع 1,000,000 سلامة يا رامي ربيعة، انت بصراحة ما تمردش فيك، يعني انت كنت في بعض الاوقات يعني سيء جدا جدا جدا، والناس كلها واخدك مسخرة، والنادي الاهلي دعمك وجماهير النادي الاهلي وقفت خلفك ووقفت في ظهرك ودعمتك وسندتك، وانت في الاخر اول ما تشم نفسك على النادي الاهلي وعلى جماهير النادي الاهلي، وتروح للخصم المباشر اللي انت عارف ان النادي الاهلي وجماهيره ما بيطلبوش يسمعوا اسمه. خبر صدمة وفي 60,000 سلامة. عامة الاهلي دلوقتي بيدور على صفقات سوبر في قلب الدفاع، والافضل ان هي باذن الله هتكون محلية. مصطفى العيش برقبة رامي ربيعة وغيره، وعندك في لعيبة اتكلمنا عنهم طبعا في قلب الدفاع، سواء عمرو علاء او ناصر عمرو. المهم في صفقات رجعوا للفيديوهات اتكلمنا عنها كتير. ده يا جماعة بخصوص طبعا رحيل نجم النادي الاهلي وقلب الدفاع الى نادي بيراميدز رامي ربيعة. في النهاية ما تنسوش الدعم والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم، السلام عليكم.